طيب ازيكم يا جماعه. بما ان انا بقيت خلاص شخص عاطل رسميا، فانا ما قداميش حاجه غير ان انا هاخد ال60 بني ادم اللي اتفرجوا عليا بشكل دوري الفتره اللي جايه. يعني ما وليش غيركم من الاخر، فالاوجيز يستحملوني الفتره اللي جايه علشان هيبقى في حاجات كتير، يعني كتير. عايزه اقول ان انا في فتره الامتحانات بيلفت انتباهي اي حاجه معفنه واي حاجه مفيش حد طبيعي يتفرج عليها. يعني مثلا كان في مسلسل كده اتفرجت عليه فتره الامتحانات، كان اسمه My Life with the Walter Boys. المهم يعني المسلسل ده سيزون 1 بس، والسيزون 2 هينزل المفروض السنه دي في الصيف ده. فالمهم اتفرجت عليه، ما اقدرش اقول لك مفيش تمثيل، مفيش سيناريو، القصه كليشيه بايظ متربع على بعضيه. مش عشان يعني من ناحيه التمثيل بالذات البطله تمثيلها محتاجه تشتغل عليه شويه. القصه كليشيه ومتهرست في 900 ألف مليون فيلم عربي واجنبي. حوار الاخين كل واحد فيهم عكس التاني، سبحان الله يشاء السميع العليم ان هم يحبوا نفس البنت، سواء بقى هي بقى جديده في المدرسه هتيجي تعيش معاهم لسبب ما، يبقى واحد فيهم طيب وابن حلال وبيجيب جريدز عاليه، التاني بقى وسيم مقطع السمكه وديلها فاشل دراسيا غالبا، ومفيش بنت في المدينه او في القريه اللي هم عايشين فيها ما عملش معاها الجلاشه، وغالبا هو مصاحب اجمد واحده في المدرسه، بس هو اتنونو في دماغه البت اللي اخوه يحبها هي دي، يحسها هي دي البت اللي انا حاسس نفسي معاها وشايف نفسي جايب منها جمانة وعبد الرحمن. طبعا مش محتاجه اقول لك ان هي تبقى عامله ازاي، انا حاسه في دوشه حواليها كتير. طبعا انا مش محتاجه اقول لك ان هي في الاخر طبعا هتختار الواد الفقدان الوسيم قوي اللي مفيش منه، وطبعا اخوه هياخد استمارة 6. في الاغلب الحاجات دي بيتفرج عليها البنات. المهم يعني المسلسل ده في العادي في الايام العاديه لو انا في كامل قوايا العقليه مش هتفرج عليه، علشان الاسباب اللي قلتها لك، وبعيدا عن القصه هتبقى كليشيه، التمثيل وحش جدا. المهم يعني انا اتقصت وعرفت كام حاجه كده عن احنا ليه ممكن عقلنا فعلا في وقت الامتحانات، يا حبيبي احدفك بايه يا بابا بقى، ان احنا طب اعمل ايه ان احنا ليه عقلنا ممكن في فتره الامتحانات يتشتت بحاجات هي في العادي ما تلفتش انتباهك بنكله. فعملت شويه ابحاث وجيت اشارك 60 بني ادم نتفرج عليها بشكل دوري بيهم. نظام الدوبامين في الدماغ اللي هو الهرمون المسؤول عن السعاده، مهمته ان هو يديك جرعات من المتعه. احنا لما بنيجي بنذاكر المتعه او الحاجه الاحساس الحلو اللي احنا عايزين نحصل عليه من المذاكره بيبقى متاخر شويه، سواء هو كان شهاده، سواء كان هو الجريدز العاليه، سواء الهدف اللي انت عايز توصل له. فمخك بيكون بيدور على اي حاجه تديله سعاده مؤقته دلوقتي، سواء بقى ان انت تفتح تيك توك، تعمل اي حاجه بس تشتتك عن المؤجل. في بحث اتعمل في سايكولوجيكال ساينس بيقول الباحثين فيه ان اغلبيه الناس بتميل للمتعه اللحظيه اللي بتحصل دلوقتي اكتر من المتعه اللي بتيجي في فايده بعد وقت بعيد شويه. وانا بقرا الكلام ده حسيت ان هو طبيعي. هو البني ادم كده كده مستعجل، بيحب الحاجه دلوقتي تحصل دلوقتي وبسرعه. دماغنا بتميل اكتر للمكافاه الوقتيه اللي هي اسرع، اللي هي هتحصل دلوقتي حتى لو احنا شايفين ان هي مش هتبقى مفيده. بعد التشتيت في حاجه اسمها التعب المعرفي، وديت بتحصل لما انت بتكون استنفذت قدر كبير من تركيزك ووقتك في المذاكره. الاليات بتاعه الانتباه اللي في مخنا بتكون تعبت، يعني قدرتك علشان تحاول توقف التشتت بتضعف. اي فكره، اي حاجه بسيطه او تافهه بتيجي في دماغك بتبان مهمه مره واحده بس عشان تتشتت. فالتشتت بيبقى اقوى لما تكون مجهد ذهنيا، بالذات لما انت مثلا تيجي تقول لنفسك ما تفكرش في التيك توك مثلا، ما تفكرش في الشخص الفلاني، تلاقيه دماغك ركزت على الموضوع ده اكتر اللي انت مش عايز تركز عليه. عارف اللي هو زي بالظبط ان انت عمال تتجاهل شخص طول حياتك بس يطلع لك في الحلم. الظاهره دي اسمها العمليات العكسيه، اكتشفها العالم دانيال واجنر، اتمنى ان كنت قلت اسمه صح. تحاول تمنع عقلك ان هو يركز على حاجه فتلاقيه بيركز عليها اكتر تلقائيا. يعني من الاخر المنع بيزود التشتت مش بيقلله، وده حقيقي واي كان ريليت. لان اي حاجه مثلا لو حد بعت لي مسج وانا ورايا مذاكره، انا في العادي لو انا مش فاضيه او ماليش مزاج ما بردش من الطبيعي والبديهي، بس والله العظيم بتزن في دماغي لها ازاي اسيبه على السين ما يصحش. طبعا حاجه اسمها التشتت الانتاجي، ده بيحصل اكتر في المهام السهله اللي ما فيهاش شرح او تعقيدات كتير، زي مثلا لما تحل مثلا مساله سهله او تقرا نوت سهله.
بس لما تيجي بقى تحل مسائل صعبة او complicated تلاقي نفسك تركيزك بيروح ومش عارف تركز. برضو بتحاول تدور على اي حاجة تانية تشغلك. حاجة بقى اسمها الحاجات المؤجلة. مخك بيحب اي حاجة لسه ما خلصتش، مسلسل ما خلصتوش، شات ما وقفتوش، فيديو ما فتحتوش. هو كده كده المخ بيحب يميل للحاجات السهله، ما بيحبش يتعب نفسه، هو بيحب يريح المكنه اللي دي اللي هي حضرتك يعني. بس هو ده بعيدا عن طبعك يعني. انت بقى ممكن تكون شخص بيحب التحدي وروابي وكده. مش عارفه انا قلت كده ليه، عشان روابي وتحدي وكده، ما اعرفش جت في بالي ليه. انا بقالي كتير ما شفتش الاعلان. يعني من الاخر حابه اقول لك ان التشتت ده مش كسل، هو بس مخك بيحاول يدور على اي حاجه سهله وتريحه. في طريقه مذاكره كده بس هي مش بتنفع معايا، بس هي بتنفع مع ناس تانية، ان انت تذاكر 25 دقيقه او نص ساعه وتاخد 5 دقايق بريك. الموضوع ده ما نفعش معايا عشان انا من الناس اللي لو دخلت في التركيز لو حاجه فصلتني حتى لو لمده دقايق صغيره بيبقى صعب ارجع تاني. لان من الحاجات اللي لاحظتها فيا مؤخرا المذاكره خلتني اخد بالي منها، ان انا لما باجي اركز لاول مره بعد تشتتات كتير بيبقى صعب، بلاقيني بتحرك كده كتير ومش عارفه اركز بشكل كامل غير بعد وقت او مده. فانت لو زي في النقطه دي حاول تبعد عن اي حاجه بتشتتك تكون حواليك، واضحك على دماغك ان انت تقول مثلا 10 دقايق مذاكره هفتح تيك توك، 10 دقايق وهروح اكل الاكله الفلانيه، زي ما تقول كده انت بتكافئ نفسك بنفسك بعد مده قليله. في حاجه كده كنت اتكلمت عليها قبل كده اسمها one more، مش فاكره one more method ولا ايه. حوار ال one more ده ايه؟ ان انت تقول one more chapter، one more page، قول بس صفحه كمان وهوقف خلاص، شابتر كمان وهروح اكل، شابتر كمان. هتلاقي نفسك طيب ماشي هنخلص الشابتر ده وهنقوم، فبعد ما تخلص طب ما شابتر كمان، وفاهم شابتر هيجر شابتر وهتلاقي نفسك خلصت الكتاب. طبعا هي مش بتبقى بهذه السهوله قوي، بس بتخليك تنجز، اللي انت بتضحك على عقلك بنفسك. زي الاغنيه بتاعت هالة فاخر لو انا بشتغل نفسي محدش يشتغلني. بس انت لو فعلا حاسس ان انت تعبان او خلاص مجهد ذهنيا خد بريك طبعا وغير مكانك، حاول تقوم تروح مكان تاني واشرب ميه كتير. وعايزه اقول حاجه ممكن تبان كليشيه بس حوار الميه ده بيفرق قوي، بيفرق قوي فعلا. حاول تشرب ميه كتير على قد ما تقدر. انا بقوله لك ليه؟ عشان ساعات كتير اغلبيه الوقت ممكن بسبب التشتتات الكتير دي انت بتلاقي نفسك زنقت نفسك زنقه الكلاب. زنقه الكلاب دي اللي ما يعرفش حاجه ما اتمنهاش لألد اعدائي، ان انت بتزنق نفسك في الماده كلها سواء يوم او يومين. وبس دي حاجات انا كنت عايزه اشارككم بيها، اصل الموضوع ده بيحصل لي فقلت اكيد هو بيحصل مع الاو جيز اللي بيتفرجوا من باب العلم بالشيء. دي ممكن نحطها من ضمن نصايح الجامعه برضو او نصايح المذاكره عامه، بس تحديدا الجامعه علشان الثانويه عامه خلاص قربوا يخلصوا وداخلين على الجامعه بقى. جينا لفقره الفيلم، الفقره المحبذه الى قلبي، بحضر لها من قبل ما احضر الفيديو. بما ان احنا في الصيف فانا كنت عايزه ارجح حاجه فيها الفايبس بتاعت السمر. كنت بفكر ان انا ارجح مسلسل The Summer Turned Pretty، بس تراجعت لان اغلبيه اللي بيتفرجوا عليه اولاد، وده مش حاجه قوي للولاد يعني. عادي لو اتفرجت عليه بس مش هيبقوا قافشين قوي فيه، بالذات لو انا رحت قلت الولد انت تيم كونراد ولا تيم جيرمايا، هو غالبا غالبا هيكشم لي في وشي. في فيلم انا شفته من قريب عجبني قوي اسمه Chasing Mavericks بتاع عمي وعم عيالي جيرارد باتلر. في الفايبس بتاعت البحر والصيف وكده، بالذات للناس اللي بتحب السيرفنج او ركوب الامواج. انا عارفه ان الموضوع ده مش موجود كتير في مصر، او هو مش موجود خالص، احنا ما عندناش امواج عاليه كده زي في امريكا. بس المهم يعني الفيلم انا شفته وعجبني. ترجيحنا الفيلم السهرة هو Chasing Mavericks، والقصة دي مبنية على قصة حقيقية، وده شخص حقيقي فعلا حصل معاه الكلام ده. معلش الكاميرا انا عمالة احرك فيها، انت هتلاقي زوايات مختلفة ممكن ساعات، لان انا سندها على حاجة خفيفة فكل شوية بتأكد انها ما تقعش عشان لو وقعت هنروح في مشكلة يعني. واللي هيسأل اهو وقع للمرة 7000 في حياته ولسه ما ركبتوش، عشان كل ما ركبه بيقع فشوف له صرفة. لسه ليه ما رجحتش الفيلم ده لحد دلوقتي؟ علشان سايباه لوقته، عشان ده انا مبروزاه، معنى ان انا بروز فيلم فده ليه قصة معايا. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.